الحين طال عمرك اني داخل مكتب مديري انا، ولقيت ملابس مصفطه بالدرج وملابس مغسله ومصفطه من ضمنها انت تشتغل، انت عسكري ولا تشتغل؟ اي عسكري. طيب حصل لك مشكله مع سلاح؟ لا سلاح لا والله، حصل لي مشكله مع شخص بنفس الدوام. على اساس سلاح ولا ايش؟ لا والله ما هو سلاح. طيب انت بحياتك الطبيعيه حصل لك مشكله مع سلاح؟ لا والله، لكني مفكر بشيء إن في سلاح؟ اي نعم. الله يكفينا شر. عطنا الرؤية، عطنا الرؤية. الرؤية طال عمرك دقيقة بس فهمت. حلمت اني داخل مكتب مديري بالعمل، ولقيت ملابس مصفطة من ضمنها ملابسي، وبنفس الدرجة اللي بالمكتب من ضمنها ملابس، من الملابس مصفطة بالدرج. بس دقيقة أنا واد جتني ربكة ما أدري شو وضعي، لكن دقيقة لو سمحت. وفي واحد من إخواني دخلت بالمكتب نفسه، وفي واحد من إخواني أصغر مني. الوكاد يا طول عمر السلامة اللي دخلوا علي من الجماعة واحد وياي بالدوام، قالوا شو عندك بالمكتب؟ قلت ما عندي شيء. الوكاد طلعت من نفس المكتب اللي فيه مثل استراحة، فيها واحد من شيوخ قطر وفيها الشاعر فلاح القرقاح. سلمت عليهم بس والله ما أعرفه بالاسم اللي هو من شيوخ قطر. سلمت على فلاح القرقاح، قلت ابي هديه، قلت نعم لابد من هدايا. الوكاد وطلعت برا استراحة لقيت 2 من اخواني و2 من الجماعة، وانتهى الحين طال عمرك. انت لك في الشعر يعني ولا ايش؟ اي والله اكتب قصيد. وتاخذ عليها فلوس؟ لا لا والله خاصة ما يدري بها احد، واحد 2 من اخواني بس. لا انا اظن والله اعلم ان في ناس بتدري منها وبيجيك من الخير، والظاهر انسان ما نبغاه ممكن تبيع. والله اني ما بعت ولا جربت ابيع. انا اقول ممكن، انا ما قلت، بس اقول باذن الله تعالى ان الله بيوفقك فيه وبتحصل. لان فلاح القرقاح شاعر، والله اعلم انك ممكن انك تمدح شخص من الشرقيه. تمام، تذكر كلامي هذا زين. من الشرقيه الله اعلم ممكن تلتقي فيه وبيرزقك الله عن طريقه، والله اعلى واعلم. انت عندك قرحه في المعده؟ والله في آلام، لكن سويت تحليل قالوا سليم ما بك شيء. لا بس حاول انك تفحص مره ثانيه. انا والله ما ادري انت ايش تقول الموضوع اللي فيه سلاح، وش تقصد يعني؟ والله بسبب يعني ظلم ما ظلم بس. والله وانا اخوك، شوف الظلم اهم شيء، بس لا توصل سلاح، يعني هذا اهم شيء. يعني عادي، وانا اخوك احاول حقك بالشرع، ما قدرت تذكر ان يوم القيامه باقي ان شاء الله محاكمه اخرى. اكيد والله اني ميقن بكل شيء، ميقن بكل شيء يا نايف، لكن بعض الامور يعني تصبر على صراحه صبرت 5 سنين والموضوع في يعني والله لو يجلس 20 سنه والله اني انصحك لله.